السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر اعرفك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع تطبيق جديد هو اسمه مولتي اب. التطبيق ده مساحته 8 ميجا ونص، محمله اكتر من 10 مليون شخص. عن طريق التطبيق ده تقدر ان انت تفتح حسابين على موبايلك. الناس اللي بتكون عندها حساب خاص، حسابات شخصية وحسابات خاصة بالعمل بتاعها، تقدر ان انت تفصل حياتك العملية عن حياتك الخاصة. لو عندك اكونت واتساب، عندك اكونت فيس خاص بالشغل، عندك اكونت تليجرام، عندك اكونت تيك توك، عندك اي حاجة من الحاجات دي، حاجة بتاعتك انت شخصية وحاجات تانية بتكون بتستخدمها في الشغل. فالتطبيق ده هيسهل معاك الموضوع ده خالص، وداعا ان انت تمسك تليفونين او يكون معاك اكتر من جهاز يعني او كده. كل اللي انت هتعمله ان انت تحمل التطبيق ده وتشغل الاكونت الفيسبوك بتاعك الاساسي واكونت الفيسبوك بتاعك بتاع العمل عن طريق التطبيق ده. يعني التطبيق ده بيكون فيه فيسبوك لوحده، وفيه واتساب لوحده، وفيه انستجرام لوحده، وفيه ماسنجر لوحده. غير التطبيق اللي انت بتكون محمله نفسه على الجهاز، اللي هو تطبيق الفيسبوك العادي والواتساب العادي والماسنجر العادي وكده. العادي اللي هو بيكون على جهازك ده اللي انت هتكون مخليه الحساب الشخصي بتاعك. اما اللي على التطبيق ده بقى انت ممكن تقدر ان انت تخليه هو ده بتاع الشغل. ان انت بقى عايز بقى تكلم عملاء، عايز تخلص شغلك على على البرامج السوشيال ميديا دي، فكل ده بيكون من خلال التطبيق. طبعا من عيوب التطبيق ده ان الناس كتيرة بتشتكي، بتقول ان التطبيق تحديثاته الاخيرة بقى بيخليك لما تدخل على الواتساب والماسنجر وكده بيخليك تخرج على طول من غير ما تقدر ان انت توصل للاكونت بتاعك او تقدر ان انت تتعامل عليه او كده. دي من ضمن مشكلات التطبيق من الناس كده بتشتكي منها. ف ممكن يعني يكون في التحديثات القادمة الموضوع ده يتعالج. بس هو حاليا لحد دلوقتي ناس كتير بتشتكي من الموضوع ده وبيقولوا ان هم كلهم بيدخلوا عليه على التطبيق ما بيقدروش يفتحوا الحساب والحساب بيخرجهم على طول. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق. لو عجبك شرح التطبيق ياريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين ياريت تسيبلي في الكومنت. لو اكتشفت ميزة او عيب للتطبيق غير اللي احنا قلناها اكتبها في تعليقات الفيديو، وساعد غيرك وفيد غيرك، كلنا نساعد بعض ونفيد بعض ونستفيد من بعض. وشكرا، سلام عليكم.